الارتباط في فترة الجامعة أو حتى بعد التخرج أو حتى قبل ما تكون جاهز ماديا تضييع وقت. اولا كده معظم العلاقات دي ما بتكملش. احنا عارفين ان في بعض الشباب اصلا بيكون داخل العلاقة دي علشان يتسلى وبس، او علشان كمان يملى وقت فراغه العاطفي، وعلشان البنات في الفترة دي سنها صغير فبتصدق اي حد وبتدخل معاه في علاقة عادي جدا على امل ان هو هيخطبها او هيتجوزها. وطبعا ده مش هيحصل لان هو ما عندوش شقة، وفي نفس الوقت لسه عنده جيش وكمان ما اشتغلش. حتى لو بيشتغل ويصرف على نفسه فدي مصاريف شخصية فقط، مش علشان يتجوز بيها. تاني حاجة بقى، السن ده غير ناضج كفاية ان هو يختار اختيار مناسب واختيار صح، لان تفكير الشباب في الجامعة غير تفكيرهم بعد التخرج، غير تفكيرهم بعد سن ال 24 او ال 25. والاهم من كل ده ان العلاقات دي اصلا حرام، فبالتالي وقتك بيضيع على حاجة انت اصلا مش هتكمل فيها ومش مستفيد منها، غير انك بتعشم حد تاني او بتعلقه بيك، وده يعتبر ظلم. وعلشان ده اكتر وقت انت محتاجه لنفسك، فاستغل الوقت ده في انك تطور من نفسك وتطور مهاراتك وتبني شخصيتك وتقرأ كتير وتعمل فلوس. ومع الوقت هتعرف قيمة ده كويس جدا، هتعرف قيمة العلم والثقافة لما تيجي ترتبط، هتعرف وقتها تتعامل صح وبمنطق، وساعتها هتكون جاهز لأي فرصة تيجي قدامك سواء شغل أو ارتباط. والأهم برضو إنك هتكون كسبت وقتك وكسبت قلبك ومشاعرك، وإنك حافظت عليهم للشخص اللي هيكمل معاك للأبد. وفي النهاية هتختار الشخص المناسب بجد لما تكون فاهم نفسك وواعي لكل خطوة انت بتعملها.